السلام عليكم. زين الدين زيدان يفاجأ المنتخب المغربي بعد الفوز التاريخي على المنتخب البرازيلي المصنف الأول عالميا، ويدعم المغرب في هذا الملف. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت فخور أنك مغربي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد الانتصار التاريخي للمنتخب المغربي على المنتخب البرازيلي المصنف الأول عالميا، فقد صرح الأسطورة زين الدين زيدان وأدلى بتصريحات منذ قليل للإذاعة الأسبانية، وقال: أنا سعيد جدا بفوز أسود الأطلسي على المنتخب البرازيلي المصنف الأول عالميا، لأن هذا سيجعل المنتخب المغربي من ضمن العشرة الأوائل في تصنيف الفيفا، لأنهم فازوا على المصنف الأول عالميا، وهذا ليس جديد على المنتخب المغربي. المنتخب المغربي من قبل فاز على كبار أوروبا مثل المنتخب البلجيكي والأسباني والبرتغالي، فهو أصبح من الكبار والجميع يخشى مواجهته الآن. وسأله الصحفي: هل ستدعم الملف المغربي لاستضافة كأس العالم بالمشاركة مع أسبانيا والبرتغال؟ فرد وقال من غير تفكير: سوف أدعم الملف المغربي مع الأسباني والبرتغالي لاستضافة كأس العالم، فأنا أحمل الجنسية الأسبانية وأقيم هنا في أسبانيا، والمغرب أيضا من أحب البلاد إلى قلبي، فأنا دائم الذهاب إلى المغرب، وأحييت حفل زفاف نجلي في مراكش المغربية، فالمغرب بلد سياحي وبلد رائع ولديه بنية تحتية رائعة سواء في المرافق أو المنشآت الرياضية، فأنا أدعم المغرب وبكل قوة لاستضافة هذا الحدث العالمي باعتباري أمازيغي. وفي النهاية، لو أنت محب للمنتخب المغربي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.